اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، واولى فقرات حلقتنا النهارده. انا مش عارف هم ختموا المقدمه اللطيفه بتاعت فقرتنا النهارده بكداب كدب الابل ليه؟ يعني كنا عايزين حاجه تانية تكون مبهجه شويه. على اي حال، فقرتنا الاولى النهارده في فكره هتتكلم عن الامثال الشعبيه زي ما اتكلمنا في المقدمه انا وزميلتي حليمه خطاب. الامثال الشعبيه ودلالاتها عند المصريين رايحه فين بينا الدنيا مع الامثال الشعبيه. الامثال الشعبيه حكمه الحكم الخالده اللي توارثتها الاجيال جيلا عن جيل، ويعني تبلورت عبر سنوات وسنوات من تراكم خبرات عظيم جدا ومهم جدا ومفيد للاجيال القادمه. هل احنا بنولد امثالنا الجديده؟ يعني كل عصر بيولد امثاله بتظل باقيه فيما بعد في القادم من الايام، ولا يعني اختلافات الثقافه واختلافات التناولات واختلافات كمان اوعيه الاتصال والتواصل ما بين الناس والتطور اللي حاصل في التكنولوجيا وكل ده ممكن يأثر بالسلب او بالايجاب حتى على الامثال الشعبيه. كل دي حكايات واسئله و يعني اطروحات هنحاول نناقشها في فقرتنا الاولى النهارده من فكره، وبيسعدني ان يكون معايا فيها الدكتوره عزه عزت الباحثه في الادب الشعبي. اهلا بحضرتك يا دكتوره. اهلا بيك. دنيا منوره. الله يخليك. كل سنه وحضرتك طيبه وسنه سعيده ان شاء الله. وانت طيب. دكتوره، يعني قولي لنا كده، خدينا كمدخل كده للمساله. الامثله الشعبيه او الامثال الشعبيه من امتى والمصريين بيعرفوا هذا الامر؟ لا، من الازل. يعني في دراسات اتعملت عن التاريخ. طبعا الفراعنه كانوا عندهم تراث معماري ونحت ورسم وتحنيط وطب وكمان ديانه وكمان ادب. فحتى بس كل الحاجات دي الباحث سليم حسن عمل كتاب عن الكتب، لقى 8 مخطوطات بتؤكد هذه القضية، وبتقول كمان بتؤكد ان المصريين بالنسبة للحضارات القديمة الأشورية والبابلية وغيرها كانوا من أكتر الناس اللي كان عندهم تعاليم ووصايا وأمثال وحكم، وعمل كتاب عن الثقافة دي، النوع ده من الثقافة. فمن زمان خالص المصريين. وعلى فكرة في مقولة في مراجع بتأكد ان في 250 مثل فرعوني ما زالوا متواترين حتى الآن، لو لم تكن حدث بعد دخول العرب والإسلام مصر تغير للغة، كانوا ظلوا يكرروها بنفس منطقها. وممكن تكون ممكن تكون بتتكرر لغايه دلوقتي بس بألفاظ مختلفه، بنفس المعنى بس ألفاظ مختلفه. يعني اعمل الخير وارمي البحر، دي مثل فرعوني مش جديد. إذا حبيتك حية اتلفح بيها، ده برضو مثل فرعوني. جالك الغصب اعملوا جودة وبتاع. لا، في مثل كمان بيتغير يعني لأنه هو مترجم من الفرعونية. مثلا في مثل بيقول هيجي. لا، اصل الامثال على فكره لا في بعض يعني. اصل الامثال ما تفتكرهاش الا ساعه ما يكون في موقف، صح، الموقف هو اللي بيستدعيها على طول. يستدعي المثل. طيب احنا بنقول امثال، بنقول حكم، في فرق ما بينهم؟ الحكمة هي مأخوذة عن قول مقصور لحكيم، لفيلسوف، لحد ذو قيمة، حد معتبر في المجتمع يعني. عشان كده حتى تلاقي ان معظم الحكم خلاصة حكمة فعلا حقيقية، ما فيهاش جانب سلبي. لكن المثل مقولة شعبية قالها شخص عادي جدا، ممكن يكون إنسان بسيط أو أمي. حصل موقف حاكم، حس امامه ان هو لازم يقول تعبير ساخر او اي تعبير يوصف الحاله او كده، فاطلقه طالما بقى. اذا المثل لابد ان يكون له مورد، يعني حكايه طلع في منها. اغلب الاعم معظم الامثال وراها قصه في اغلب في الغالبيه يعني. لكن احنا اللي بيوصل لنا المقوله الاخيره ولها مضرب. طبعا موقف بيستدعي، لما يبقى موقف بيستدعي، وتفضل الناس محتاجة تكرره، في احتياج حقيقي لتكرار هذه المقولة والإحساس بأنها قيمة وحكمة وبتعبر عن هو محتاجها، فبيكررها فتصير مثلا. تمام. أما الحكمة فهي مستخلص كلمات في موقف ما، أو رأي ما لحكيم أو لفيلسوف أو بس الأمثال الشعبية كمان أحيانا بتاخد الحكمة العربية أو حتى الحديث النبوي
او حتى من القرآن نفسه، وتستخلص منها وتفكها، بتبقى باللهجة بألفاظ الشعبية، دارجة اللهجة يعني. الدارجة، وتبسطها وتقولها وتصبح بنتداولها كأنها مثل شعبي، بس وهي لها أصل. بتدخل تحت تصنيف الحكمة هنا، مش لا، كده؟ بتدخل لما تتبسط تبقى خلاص صارت مثلا، تبقى وانت مثل. بتفضل انت بتقولها باللهجة العامية. مم. مم. ومش مكانها الكتاب، مش مكانها الكتب، لأن الأقوال الأمثال الشعبية بما أنها أقوال العامة ما اهتموش بأنهم يدونوها. ده مسألة التدوين دي جت متأخر بعد كده، يمكن ده مع أول. تيمور يمكن أول حد، مش لا كده؟ لا لا، في في حد قبليه. ده قبليه؟ تيمور على فكرة نسب إليه الأمر، لكن هو في واحد اسمه شرف الدين الأسدي، هو أول واحد عمل يعني قاموس للبتاع، وكان الأمثال الشعبية. مخطوط وكان مخطوط في مكتبة والده، والد أحمد باشا تيمور. هو عثر عليه كمخطوط، ونقحوا وغيروا وفهرسوا وعملوا كتاب. لكن شرف الدين الأسدي هو أول واحد، إلى جانب إن في ناس أجانب كمان مستشرقين، في مستشرق سويسري اسمه بوكهارت، ده من اللي اهتموا جدا بأنهم يعملوا ده رصد كده يبقى للأمثال الشعبية. كده يبقى مثلا في أواخر القرن 19 مثلا الكلام ده بدأ لا، ليه يبرز شمس الاهتمام الدين كده؟ الأسدي ده كان سنة 580 هجري. هو عرب من الاسم ينحدر من قبيلة بني أسد يعني، فمش يعني مصري. مش لا، مصري. معظم على فكرة اللي اهتموا بالبتاع، يعني حتى مجمع الأمثال اللي عملوا الميداني ده من الميداني يسطور. طبعا. ده من بس أبو الفضل ما في الميداني. عندك مثلا كتاب الثعالبي مثلا، يتيمة الدهر. ده برضو وفي المستظرف في كل قول فن مستطرف. مستطرف. ده في كتب كتير جدا بس اهتمت بالكلام. ثمار القلوب، عفوا. هو كتاب ثمار القلوب للثعالبي ده. هو ماسك هو اسمه كده ثمار القلوب في المضاف والمنسوب. هو بيتكلم فيه مثلا احمق من دغة، تشبيهات وكنايات. عارفه انت ما هو الحاجات في دي مثل والامثله. وفي حاجه اسمها كنايه شعبيه، او مثلا تشبيه. احنا القصد يعني، او انما الشاهد من المساله انه الاهتمام بالامثال وبالحكم قديم كده. قديم يعني. انما احنا بنتكلم عن الامثال الشعبيه، هو ده الاختلاف اللي بنتكلم فيه. الامثال يعني الشعبيه الناس كتير اهتمت، في ناس كمان ما اهتمت بفترات معينه، لان المثل الشعبي بيجي امتى بالذات في مصر؟ فترات العنت والظلم، فترة مماليك، فترة الأتراك. في ناس كتير اهتمت بأنها ترصد الأمثال اللي كانت في زي الفترة مثلا في الحقبة دي. اللي هو تعمل ايه مش ما عارف تعوز لا صعلوك في وسط الملوك. بتفليسي. تعمل ايه تعمل ايه يا مش كده؟ برديسي؟ يا برديسي بتفليسي. التفليسي. لا، ده في عصر ده كان كان فيه في جباية بالظبط على أعلى مستوى، فكانوا هتعمل ايه يا برديسي، اللي هو كان ساعتها الجابي أو المحتسب، وهو أطلق الناس. على فكرة ممكن جدا من الأمثال تقدر تعرف الحقبة بس ده مش يعني نمط مش الحياة في هذا ما كانش اهتمامي. على أساس أنا كنت بدرس الأمثال، بدرس الشخصية المصرية من واقع الأمثال الشعبية. لكن في ناس محققين تراث بيجروا ورا المثل عشان يعرفوا هو أول مرة أطلق كان في حكمة. يعني مثلا أنت ممكن تقول إيه؟ يوعى على فحت البحر. بحر ايه ده؟ طبعا القناه، بيتكلم على القناه. ده على القناه مثلا. تقدر تعرف، او مثلا دي عامله زي مرضعه قلاوون، فيما كنايه عن انها عجوزه قوي. مرضعه قلاوون فمن زمان قوي يعني ده بعد عصر قلاوون يعني اقدر احدد الحقبه اللي اطلق فيها المثل. هو احنا عندنا دراسه اكاديميه للامثال الشعبيه يا دكتوره؟ طبعا ده في معهد في اكاديميه الفنون، معهد فنون شعبيه لا، معهد فنون شعبيه معروف، في قسم مختص بالامثال الشعبيه يعني. التراث الشفهي مش بس الامثال، تمام. الحواديت والامثال والمواويل والعدودات والتعديد والتهنين وكل التراث الشفهي فيه اهتمام بيه، وتتعمل فيه اطروحات. انا اللي هي تلميذتي خريجه اعلام بس عملت في الحدوته الشعبيه. فلا، في اهتمام بالغ بالتراث يعني الشفهي. يعني نقدر نقول يا دكتوره عزه انه المثل الشعبي عند المصريين كان دائما انعكاس للواقع المعاش بتاعهم. طبعا. مش كده؟ طبعا.